السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله فيديو جديد وروتين جديد ويوم سعيد عليكم يا احلى واجمل اخوات في الدنيا. قبل ما نبتدي مع بعض الفيديو متنسونوش بتعليقاتكم الجميلة، ولو انتوا لسه مشتركتوش انزلوا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه فضلا منكم وليس امرا. حطوا لي لايك للفيديو ان عجبكم، ان شاء الله يعجبكم. هنا الروتين بتاعنا هو بقاله كتير جدا، يعني هو بقاله اصلا كتير في التليفون بتاعي، فعملت كذا فيديو عليه ونزلته، وده والله العظيم كنت مستنية امنتجه. اهو جه ميعاده يعني، بس هو روتين جميل في الصميم. بصوا تشجيع بقى كده في ايه؟ في فصل الشتاء بتاعنا اللي الكل بيبقى مكسل ومش قادر يعمل حاجة. هنا انا كنت غاسلة البياضات بتاعة الانتريه لانها كانت متبهدلة جدا، قلت افرشها. بصوا بقى، اليوم الراعي الرسمي لادم ابني. عايزه اقول لكم والله العظيم كان بيعمل حركات في الفيديو انا ما خدت بالي الا وانا بمنتجه. بصوا انت هتاخدوا بالكم وانا بعمل الفيديو معاكم. هنا بقى ابتديت اروق الانتريه لانه كان متبهدل جدا، والسجاده اللي على الارض دي بصوا اتوسخت خالص خالص خالص. انا بعد ما خلصت الروتين ده بكذا فيديو انا نزلته على القناه. شلت السجاده دي خالص وجيت والله عشان اغسلها على ايدي، لقيت مكان الغسيل اصفر، يعني مكان السجاده وانا بغسلها بالفرشه كده المكان اصفر. فسألت ناس وكده قالوا لي لا وديها مغسله احسن، فانا قلت ايه، خلاص اغسلها في المغسله. والسجاجيد بتاعتي اللي هي الالوان لونها الكشمير ده، جايبه كذا سجاده يعني لون واحد، قلت ايه اغسلهم على ايدي. حتى الفيديوهات نزلت معاكم في القناه ان انا غسلت السجاجيد على ايدي و... ونشرتها. بس السجاده الوحيده دي اللي ما غسلتهاش بصراحه. بعد ما شلتها فرشت ايه، بطاطين. اتفرجوا على الفيديوهات اللي قبل دي هتلاقوا ايه، انا نزلت ده قبل ده، انتوا فاهمين؟ فاعذروني، انتوا هتفهموا، فخلينا مع بعض في الروتين بتاعنا الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هنا اول ما صحيت بقى الصبح كده زي ما انتم شايفين قلت اشغل القرآن على الشاشة. طبعا انا فاصلة الصوت بتاعي بتاع الشاشة عشان ما ينفعش اشغل قرآن واخلي الصوت واضح. تمام. بيجي عليه يعني حقوق طبع. هنا بقى خلصت الانتريه زي ما انتم شايفين اهو، كله فرشته ونفضته ونضفته، وقلت اطفي النور كده اخليه في الروقان. واليمة التانية اصلا الدنيا كده كده كانت رايقة. تمام، هفتح النور واوريكم. بصوا الفيديو اللي قبل ده او اللي قبل منه انا مطلعه السفره وفرشاها. فبصوا الفيديو ده انا مش مطلعه ولا سفره ولا عشان اعرفكم يعني ان ايه، ان الفيديو كان موجود عندي في القناه اصلا. تمام. قلت بقى الصاله الجنب التاني او الجزء التاني رايق، هبتدي بقى انضف الايه، الركنه، لان ما كانتش مفروشه. وفي نفس الوقت اولادي بيقعدوا فيها على طول بيبهدلوها. ليه؟ لان انا سايبه لهم شاشه في الصاله الصغيره دي، فعلى طول قاعدين فيها. قلت بقى انضفها وانفضها. بص يا ادم والله انا ما كنت واخده بالي من الحركات اللي بيعملها دي، انا ما كنتش واخده بالي. بص انت هتتفاجئوا بمواهب ادم بيعملها. يروح جنب الحمام وينام على الارض، ينام في المطبخ. بص بيعمل ايه، بيكلمكم والله ما كنت واخده بالي منه. قلت بقى امسك الركنه دي كمان. كنت غاسله البياضات بتاعتها، قلت افرشها وامسك بقى انضف الارض، اروق بقى الشقه كلها ايه، بما ان النهارده الجمعه وما كانش لسه الصلاه ابتدت. قلت اروقها كده على الصبح حتى تحسوا ان انا قافله الشباك، لان كان الجو مغيم وسقع شويه. وهنعمل الغدا بتاعنا النهارده وهنعمل فطار. بصوا الفيديو النهارده من اوله لاخره، بس كان احمد كان نزل والعيال كانت نزلت، كان فتحي يعني معاه وبسنت. تمام. بص بقى ادم ايه اللي قاعد والله بيتكلم نفسه، والله العظيم انا اتفاجئت بالفيديو ده على اللي ادم بيعمله. قاعد معايا وعمال يكلم نفسه وانا بروق مع نفسي انا كمان. قلت بقى امسك البياضات دي بعد ما غسلتها. بصوا هو كده نايم قصاد باب الحمام، يعني باب الحمام مقفول وهو نايم كان بيعمل حركات غريبة. فما تركزوش معايا، ركزوا معايا انا. هنا بقى خلصت الركنة خالص، نضفتها ومسكت الارض فرشتها. كانت البطانية عليها، فانا كنست من على الوش كده، كنست
الارض. ونضفت الدنيا كلها زي ما انتم شايفين، ودخلت بقى ايه على المطبخ، هنشوف هنعمل ايه فيه. اصلا انا فرشه الموكيت في الصالتين زي ما انتم عارفين، وحاطه البطاطين على على الموكيت، فبصراحه مخليه الدنيا رايقه وزي الفل. هنا كانت في مواعين مغسوله، وفي مواعين تاني والله، يعني انا كنت غاسله المواعين دي وسايباها تتكفى كده زي ما انتم عارفين، وقايله لكم اني ما برصش المواعين على طول في المطبخ علشان بيجيب حشرات، انتوا فاهمين؟ يعني لو حطيتوا المواعين في المطبخ بميته كده رصيتوه على طول، خشب بقى ألمونتان، الميه عامه بتجيب حشرات. انتوا معايا في الكلام؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مسكت بقى كنت مكفياه حتى تحس، بصوا ان الحلل ناشفه ازاي. اللي هحتاجه هعمل فيه اكل، واللي مش هحتاجه هرص بقى فين في المطبخ. اهو بقيت المواعين اللي مش نظيفه قلت بقى اعملها بقى بالمره. وكان احمد بقى طلع، قلت بقى ايه احضر الفطار بتاعنا. بص انا والله منضفه البوتاجاز وغسله مواعين من بالليل، بس في حاجات بقى بسيطه كده بتاعه الفطار وبتاعه العشاء بالليل، يعني حاجات خفيفه مش كتير. ادي بصوا طلعت الفول من الفريزر، انا كنت حاطاه في الفريزر، وحاجات بسيطه من العشاء بتاعت امبارح، وكوبايات بصوا مش حاجات كتيره. اهو بصوا كده. قلت بقى اغسل الكوبايات، اطلعها واشغل الميه السخنه واغسل. طبعا انتوا عارفين الشتاء الواحده والله العظيم انا عن نفسي بكسل اخش المطبخ في الشتاء، يعني اغسل مواعين بخلي الحوض، معرفش انا لوحدي ولا في حد معايا زيي، الله اعلم. الحوض بيتملي مواعين، اقسم بالله بكسل اغسلها من السقعه ومن الشتاء. حتى انا عندي سخان والله العظيم ما برضه اغسلهم برضه، بسيب الحوض يتكوم للاخر كده. انا ما كنتش كده، انا جيت بس اشوف الكاميرا شغاله ولا لا ورجعت تاني. ما كنتش كده اقسم بالله، بس فعلا الشتاء ده شديد قوي، فمخليني حتى مكسله اني اغسل المواعين. بعمل الاكل واحط املي كوبايات، املي معالق، بصوا معالق كتيره حتى ازاي فنحط ازاي، اقول لهم بصوا طلعوا وحطوا مش مشكله، وانا بقى اكومه كله في الاخر وابقى اغسله. بس فين لازم نخش المطبخ ولازم نغسل. كناش نعمل كده مش هتلاقي الدنيا زريبه. المهم غسلت المواعين كلها ومسكت بقى الحوض، قلت اغسله كمان بالمره، لان في حبه حاجات كده هعملها النهارده. همسك بقى فرخه من على السطح، ابتديت والله ادبح فيهم لان الجو شتاء وهم بقوا ايه قليلين، وفي نفس الوقت انتوا عارفين ان الفراخ غليت جامد، دخلت في 50 جنيه وزياده. الكيلو ايه اللي هو الابيض، انما البلدي بقى على ما اظن ب65. والله انا ما سألتش، بس على ما اظن كده ب65. قلت لا، طب ما انا مربيه فوق اذبح وخلاص. مسكت بقى الحوض بعد ما غسلت حبة المواعين، هم كانوا قليلين زي ما انا قلت لكم مش كتير، لاني انا غسله المواعين كلها من بالليل ومنضفه البوتاجاز. فقلت بقى امسك الحوض اغسله كده واحضر الفطار بتاعنا. كنت طبعا جايبه كرنب ومفرزاه في الفريزر. الكرنب ده بقاله يعني يومين مش كتير برضو. ومطلعه الطماطم، طبعا انا بجيب الحاجه وجايبه توابل برضو من تحت. واحمد جاب لنا الفطار بقى وهو طالع، قلت احضره. المهم خلينا في موضوع الكرنب. انا طبعا جوزي بيسافر يعني بيشتغل وبيقعد 3 ايام وبيجي بعد 3 ايام، بيقعد يوم وبيمشي. فال3 ايام اللي هو مش موجود فيه بضطر امسك مثلا لو عندي كرنب بمسكه افرزه، عندي خضار بجيبه من السوق واجيبه وافرزه برضو، بحطه في التلاجة بحيث ان هو اليوم اللي جاي فيه ب... يا دوبك بس اطلع الحاجه من التلاجة اعملها. انتوا فاهمين؟ بتوفر عليا والله كتير قوي. التفريز عامه بيوفر على الواحده وقت ومجهود. اي نعم بقعد يوم كامل ممكن افرز واعمل قوطه انتوا شفتوا الصلصه القوطه عامله ازاي، حمرا وزي الفل. مفرزاها برضو مسبكاها وحاطه زيت وحاطه ملح عليها. طبعا انا بفضي التوابل، ما كانش بطرمانات التوابل دي كانت وسخة جامد، فانا فضيت كل التوابل وغسلت بقى البطرمانات وركبتها في الفيديوهات اللي قبل دي، فانا عشان كده بقول لكم ان الفيديو قديم. تمام. هنا بقى كان احمد بيأمر العيش زي ما انتم شايفينه، بصوا لابس بنص كم، انا مش عارفه ازاي لابس بنص كم. هنا كنت مطلعه بقى الكرنب مفرزاه زي ما انتم شايفين اهو،
والممبار برضو كنت مفرزاه ومنضفاه وحطاه في الفريزر. طبعا طلعت الفطار، بصوا انا اللي مخلله الزيتون ده زيتون وليمون. وجبنا الفطار، وكانت دي مرتة وجبنه وطعميه وبطاطس. وقلتنا نفطر واعمل كوبايتين الشاي وابتدي اعمل الغدا بتاعي. كان خلاص احمد صلى صلاة الجمعة وطلع. طبعا انا بعمل الاكل ده كله قبل الصلاة، بعمل كل حاجة وبخلصها قبل الصلاة. وبتيجي بقى ساعة الصلاة ببتدي بقى ايه اعمل الاكل، يعني اسبك الاكل واخلصه كده تمام. بتبقى على التشاطيب يعني زي ما انتوا فاهمين. طبعا كان احمد بقى وفتحي طلعوا على السطح فوق جابولي فرخ. والله العظيم انا مش عارفه كانوا لابسين اليوم ده. الفيديو ده بقاله كتير عندي في القناه في التليفون. فكانوا لابسين بنص كم وانا قاعده ساعه، انا لابسه جلابيه قطيف. هل انا اللي بسقع؟ او انا بقول لهم يعني ان انا بسقع جامد عنهم. وهم جسمهم بيبقوا دايما سخن او دايما بيبقوا حرانين وما بيتقلوش زيي. فمش عارفه ده تعب ولا ايه. او في ممكن الستات اغلبيتها يعني تبقى كده، بتبقى الدنيا ساقعه، انتوا فاهمين. هنا بقى قلت اطلع امسك البصله اقطعها زي ما انتم شايفين واحط زيت وسمنه. هنا دي هعصجها او هسبكها للمحشي. تمام. وحطيت الحله التانية. والله ما كنت فاكره احطها لايه. انا بقول لكم الفيديو بقاله كتير على التليفون. فمع بعض كده خلينا مع بعض كده نفتكر ونركز الحله دي محطوطه لايه. اهو بصوا كده. كنت حطاها تغلي علشان الفرخ، عشان اسقط فيها الفرخ. تمام. ده فتح اللي ماسك الفرخ. همسكها بقى اخلي احمد يعملها و... وانا اضيفها، يعني هو اللي مش عايزه اقولها عشان ما يتحذرش الفيديو، عشان بيبقى عليه حقوق طبع ونشر. بص ادم بيحب يتفرج هو وبسنت. اهو بصوا بقى صوتها كان رهيب، عماله كاكي. وسبت الميه بقى تغلي عشان بعد ما تعمل خالص اسقطها في قلب الميه السخنه وانضفها واعملها. تمام. والله العظيم كانت حلوه بصراحه يعني. وفرت معايا بدل الحاجه الغاليه في الشارع دي، بصراحه الحاجه غاليه جدا جدا. تمام. هنا كانت البصله بقى زي ما انتم شايفين كده دبلت. ورحت حاطه ايه نازله بالقوطه متسبكه حمرا دم. اقسم بالله انا مسبكاها دم كده. صلصه فعلا زي اللي في البطرمانات، لان الهاند بلندر بيشيل حتى القشر بتاع الطماطم. انتوا عارفين القشر اللي بيبقى الطبقه الشفافه بتاعه الطماطم بتتشال. انا بشيلها بتثبت كده في الهاند بلندر وبشيلها. تمام. هنا بقى حطيتها من جوه. وهنا هحط الميه من على الطرف عشان ايه اسقط الفرخه فيها وانضفها. اهو شفتوا انا شلتها على طول اتمسحت. بصوا المعلقه والله حلوه قوي، جميله جميله جميله. بس ما انصحش اللي يجيب معلقه سيليكون تبقى قطعتين، هاتوها قطعه واحده. يعني قطعه واحده بتبقى احسن. لان دي بقى اما ابتدت تبقى قديمه عندي او بقالها فتره ابتدت تطلع من اليد الخشب. قلت بقى بعد ما الطماطم كده كده انا اصلا مسبكاها، فانا قلت بس تفك على النار وابتدي احط التوابل بتاعتي. بهارات محشي وحبة كمون صغيرة والسبع بهارات فلفل اسمر وبهارات فراخ. تمام. اهو بصوا والله كل شوية البتاعة بتاعت المعلقة تقع مني. هنا بقى كنت خلصت بقى الفرخة زي ما انتم شايفين كده من الجنبين، لان البلدي بيبقى قشره لازق شوية في الفراخ. فانا قلت بقى ايه اطلعها واحطها تاني في الميه. قلت بقى اطلع بصوا الريش اللي هو اللي انتوا شايفينه ده. طبعا الفراخ البلدي انتوا عارفين بيبقى القشر بتاعها لازق شويه في الفراخ. فانا قلت اطلعه زي ما انتوا شايفين اهو وانضفها. وابتدي بقى اشيل الحصاله بتاعتها. بصوا كل حاجه اعملها معاكم. واشيل الزعنفه الصغيره اللي في الجنح دي، لاني اصلا هي كده كده ما بيبقاش فيها لحم يعني. والفراخ بسم الله ما شاء الله الله اكبر يعني حلوه. قلت اقطعها كده واعملها لينا. تمام. اهو بصوا كده. هطلع بقى لقيت وانا بطلع كده لقيت بضايه. والله بقالها كتير ما كانتش بتبيض. سبحان الله نصيب. طلعت بقى البيض زي ما انتم شايفين اهو منها. وطلعت الحصالة بتاعتها وطلع الكبدة والقوانص والقناصة والكبدة والحاجات بتاعت الحشو اللي بيبقى جوه الفرخة وانضفه. وامسك القلب برضو امسكه افتحه لان بيبقى جواه دم. في القلب لازم يتفتح برضو زي القناصة كده.
وهنضف الفراخ وهمسكها اقطعها تقطيعها حلوة كده. بصوا بقى، واشيل القشرة بتاعتها الصفرة دي، وبيبقى فيه اللي هي آه، المرارة بتبقى لونها يعني حاولوا بقدر الامكان ما تجوش يمة المرارة، هي بتبقى ما بين القناصة والكبدة. حاولوا تشيلوها قبل ما يعني ما تتفقعش معاكم، لان بتبهدل الفراخ او بصراحة. همسك بقى اقطع الفراخ زي ما انتم شايفين كده، هي برضو ما بتاخدش سوا قوي. فالف... في نفس الوقت الفراخ بتبقى دايما ملهاش صدر، البلدي بالذات ما بيبقاش ليه صدر. فتحس ان احنا طبعا يعني 5 تنفار فهي ما كفتش، فقلت اجيب ورك اعمله مع الاكل، يعني يبقى زيادة مع الاكل، انتوا فاهميني. همسك بقى الفراخ اقطعها كده وانضفها تنظيف حلو. بصوا دي كلها خضرة والله، بيبقى فيها كانت بتاكل خضرة، الاخضر اللي فيها ده. بص اهو، قلت اقطعها وانضفها زي ما انتم شايفين كده. حصلتها كانت مليانه بصراحه، كانت واكله، ما كنتش عارفه ان هي هتتذبح. بس نفعت والله، الحاجه لما بتبقى في التربيه في البيت، في بقى بيت بيجي في وقت او ظروف زي اللي انتم شايفينها دي في الغلا اللي احنا شايفينه ده، فالتربيه بتنفع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بالله عليكم بقى لو وصلتوا لهنا كده حطوا لي لايك. طبعا انا همسك الفرخه كلها انضفها واحط فيها خل وملح، وهحط الورك لوحده، يعني الورك مش هخليه معاهم ليه. هسقط الفراخ الاول، لان طبعا الفراخ بتاخد سوا عن البيضه، البلدي بتاخد سوا عن الابيض، انتوا فاهمين. اهو بشيل بقى الحاجات والفضلات دي عشان العين ما تتسدش بتاعه الحوض. تمام. هنا همسك بقى الورك كده اقسمه 2 زي ما انتوا شايفين. بصوا على طول على طول كده، لاني قدامي حاجات كتيرة جدا. انا طبعا روقت الشقة ونضفتها وخليتها زي الفل، ومسكت المواعين غسلتها، وعملت لنا كوباية شاي وفطرنا. فقلت بقى ايه انضفها برضو. بصوا كل شوية انضف فيها والله. مسكت بقى الورك، طبعا ده فراخ بيضة، فما بياخدش سوا زي البلدي، انتوا فاهمين. هطلع برضو منه الزلموكة اللي انتوا شفتوها دي، وطلع الجلد بقى الزيادة والزوايد وانضفه، واحطه برضو يتغسل معاه. بس اول ما اسقط هسقط الفراخ البلدي الاول في الحلة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا طبعا نزلت الفيديو ده في السنة الجديدة، فكل سنة وانتم طيبين. بس هو والله بقاله كتير قوي في التليفون، فنزلته بقى على السنة الجديدة. كل سنة وانتم طيبين، وسنة سعيدة عليكم، ويجعلها كده سنة فرح وهنا على أمة محمد. واللي ما خلفتش تخلف، واللي ما اتجوزتش تتجوز، واللي ما فرحتش تفرح، ويجعلها سنة سعيدة عليكم دايما يا رب. اهو بصوا، نضفتها تاني. طبعا الفراخ البلدي انتوا عارفين اللي هي بتاخد تنظيف زيادة شوية. هي ما بتبقاش زفرة والله، بتبقى جميلة جدا ولحمتها حمرا، بس القشر بيبقى فيها كتير، انتوا فاهمين، والاكل بتاعها وكده فدايما. وبعدين لما بتنضفوها في البيت بتحسوا بقى ان انتوا عايزين تعملوا اللي فيها. انما لما بتبقى جايه متنضفه بره والله برضو بتنضفوا حاجات بسيطه، انتوا فاهمين. في البيت بتاخد تنظيف زيادة شوية. هنا بقى نضفتها وحطيت ملح وخل وسبتها بقى مع نفسها كده شوية، وبعد كده هشطفها. وقلت بقى ايه اخش على المحشي. مسكت الرز أنا برضو، هي بصوا المحشي ده ليه كذا طريقة، فانا قلت اجرب الطريقة دي معاكم، انا شفتها على النت برضو فعجبتني. هنا انا كنت مفرزة شبت وبقدونس وكزبرة، وحطيت الرز بعد ما غسلته، حطيته اهو زي ما انتم شايفين. قلت بقى اسقط الفراخ بتاعتي الاول بعد ما الميه غلت. قلت بقى ايه احط الفرخه البلدي الاول، وبعد كده هسيب الورك اللي هو الابيض، لاني الفراخ البيضه ما بتاخدش سوا زي البلدي. تمام. حطيت البصل اهو، وهحط ايه الفلفل، فلفل اخضر، واحط بقى البهارات بتاعتي. تمام. بهارات فراخ اهو، بهارات فراخ وفلفل اسمر. بس انا بوريكم كده واحده واحده.
بس مش هحط ملح. الملح هحطه في الاخر علشان الفراخ البلدي بتاخد سوا شويه. تمام. هنا بقى بعد ما حطيت الرز والخضره وسبتها بقى، وسبت الطماطم تتسبك، وحطيت التوابل بتاعتي، وحطيت ملح بيبقى زياده شويه علشان ما بيتحط على الرز بيبقى دلع، انتوا فاهمين. والله العظيم حطيتها كانت حمرة دم. فعلا اول مرة اعمل الطريقة دي. هي على طول يعني موجودة على طول على النت، بس انا اول مرة اعملها. بعمل المحشي طبعا بطريقة ستي وستك ووالدتي ووالدتك وكده. بعمل الطريقة دي دايما، فالطريقة دي عجبتني، يعني المرة دي عجبتني طريقة المحشي دي، مرة عجبتني. جربوها، حمرة وجميلة وزي القشطة. همسك بقى احشي المحشي بتاعي اللي انا كنت مفرزاه. بصوا اهو، حمرة دم، او الطماطم كانت كتير عامة. بصوا اهو يا حبايبي، سبت بقى الورك كده لحد ما الفراخ بصوا خدت السوا بتاعها خلاص، يعني كانت قربت تستوي. رحت حاطه الورك اللي هو الابيض، الفراخ البيضه. مسكت بقى حشيت الممبار زي ما انتم شايفين. الممبار ده ضاني. طبعا انا ببقى يعني مفرزاه او عيناه في الفريزر. نضيف جدا، بيتعمل بملح وخل وليمون. وبتمسكي الممبار بتقلبيه اليمه التانية، وترجعي تقلبيه اليمه دي تاني، انتوا فاهمين. يعني بتقلبي الممبار ده مرتين، مرة على الجنب التاني وتنضفيه زي ما انا قلتلك كده، ومرة على الجنب السليم ده برضو بتحطي ملح وخل وليمون وتسيبيه فترة كبيرة، يعني بتاخد ساعة او ساعة ونص. بيطلع رغاوي كتيرة جدا. بعد كده بتفرزي بقى في الفريزر، تطلعيه تحشي مع محشي، تحشي مع اي حاجة زي ما انت شايفة كده. طبعا مسكت بقى محشي الكرنب. انا كنت حطيت بقى مع الورك الابيض ده، الفراخ البيضه، كنت حطيت بقى الملح لان الفراخ كانت خلاص استوت. قلت بقى احط الشوربه بتاعتي في المحشي و... واسقي المحشي بتاعي واعمل الممبار. يبقى انا كده ايه، خلصت الغدا بتاعي. والله وحياة ربنا ما كانش لسه العصر ده، انا فاكره اليوم ده جدا. احنا طبعا انا عامه يوم الجمعه بالذات، اليوم اللي احمد بيبقى قاعد فيه، بخلص غدايا بدري عامه يعني. في الاساس حتى يعني لو بقاله شهر او شهرين او يومين حتى، انا عامه اليوم الجمعه اللي احمد بيبقى قاعد فيه، اللي جوزي يعني بيبقى قاعد معانا فيه، لان هو ساعات بيبات خميس وجمعه وسبت في الشغل. فاليوم اللي بيبقى موجود معانا فيه بخلص الغدا بتاعي على العصر بالظبط، يكون الغدا خلصان، انتوا فاهمين. متعودة أنا على الموضوع ده يعني. هنا بقى كانت بقى حاجات بسيطة، كنت عاملة كوبايتين شاي أنا وهو، والمعالق بقى اللي أنا كنت عاملة بيها الأكل، يعني اللي أنا بمسك بيها الأكل وكده. وحاجات بسيطة، طبق صغير. وقلت بقى إيه، أغسلها بالمرة عشان ما يبقاش ورايا حاجة، يبقى الحوض نضيف والدنيا رايقة، انتوا فاهمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بالله عليكم لو وصلتوا لهنا كده حطوا لي لايك للفيديو ان عجبكم يعني، وان شاء الله هيعجبكم. روتين جميل، روتين شديد، روتين تحدي الكسل في عز الشتاء طبعا. بصوا اهو، الدنيا رايقه زي الفل. خلصت المطبخ بتاعي والشقه رايقه ونضيفه زي الفل زي ما انتم شايفين. وخلصت الغدا بتاعي وخلصت المواعين. وقلت بقى ايه، دي المواعين الجديدة، قلت اكفيها علشان ما احطهاش في المطبخ مبلولة او فيها حتى نقط مية بسيط. قلت اكفيها كلها، ومسكت المطبخ كنسته وخلصت المطبخ بتاعي كده. بقى كان المحشي استوى. بصوا الجمال. بشيل بقى، انا بحط طبق في النص كده عشان يسوي المحشي كله. والصوابع صغننه وجميله وزي الفل كده. حبايبي يكون الفيديو خلص معاكم. بالله عليكم ما تنسونيش بتعليقاتكم الجميله. ولو انتوا لسه ما اشتركتوش، انزلوا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس علشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه فضلا منكم وليس امرا. حطوا لي لايك للفيديو ان عجبكم علشان لما انزل فيديو بعد كده تتفرجوا عليه. واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. ويوم سعيد عليكم، وكل سنه وانتوا كلكم طيبين.